والله احنا نلتمس المشايخ على رم. أولا الشيخ ابن باز وهو إمام هذا العصر إن شاء الله يقول لا بأس، يعني الإنسان إذا انتقد يعني لا يصحر بالأسماء، لكن إذا احتاج إذا اضطر للبيان يبين. ثم إن في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما ولعن ما له ما كسب، وهم شخص معين هذا معروف بارك الله فيكم. ولما أكبر الرجل قال بئس أخو العشيرة، وهو شخص معين يعرفه أنه فلان، الناس يعرفوا أنه فلان. ونص على أشخاص، أنا معلم عليه صحيح مسلم، لو أدري أن أسأل هذا السؤال أجيب لكم بأسمائهم. أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ بن جبل ذهب كان يصلي وراء الرسول في مسجده عليه الصلاة والسلام، يصلي وراء العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فيعني يطيل بهم. فقال الرسول أفتان أنت يا معاذ؟ فالتعيين عند الحاجة لا بد منه، لا بد منه. قد لا ينفع التأمين، قد يضر، أحيانا يضر. الفاعل واحد تتكلم على أمة فتتجه الأنظار إلى الناس كلهم يصبحون متهمين. لكن الرسول مثلا ثلاثة معروفين عند الصحابة، مثلا ابن لتبية وجاء نص في الحديث، جاء أنه الرسول بعثه ليجبي الزكاة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أدي لي، معروف أمام الناس. وأن ابن لتبية قام فقال ما بال أقوام نبعثهم على عمل من أعمالنا فيأتي فيقول هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يرى الناس يعطونها ويمنعونها شيء من هذا عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة يعرفون أنه ابن لتبية هذا شخص معين. وأنا وجدت أشخاص كثيرا صرح الرسول بأسمائهم، فعند الحاجة لا مانع بارك الله فيكم. الشيخ ابن باز يجيز هذا، وإذا بيجيز السلف كلهم تكلموا فلان وفلان وفلان، كتب الجهة التقدير مملوء بالمعينين. هذه الحاجة لجأتهم إلى هذا، فهذا ليس على إطلاقه. أحيانا تكون مصلحة في تأمين، أحيانا تكون مصلحة بالتوضيح، فإذا كان مصلحة التوضيح وضح. هذا هو بارك الله فيكم. أما كون ابن باز إلى الآن ما قرأ، تروح الشيخ العثيمين إيش رأيك في سيد قطب؟ قال والله ما قرأ. روح ابن باز يقول لك والله ما قرأت. أنا قرأت. يعني إحنا نخلي أهل الباطل ينفسوا على شيخ فلان ما قرأ وفلان ما قرأ؟ هذا أحسن الظن بهم. الشيخ ابن باز جاءوا قالوا إحنا سلفيين وإحنا ننصر الإسلام وإحنا ذبحنا جماعة عبد الناصر، صدقهم وراح يشتغل في شغله عليها أعباء الدنيا كلها. إذا واحد انبرى لأهل الباطل رد عليهم بالحجج والبراهين، يقول مال فلان ما بال فلان، هذا كلام ما هو صحيح. كان السلف ألوف المحدثين ينبري واحد منهم رد البدع، ما يقول ما بال أحمد بن حنبل ما بال فلان ما رد، واحد منهم تصدق أهل الباطل رد عليهم أيدوه وانتهى كل شيء. الآن يقول للشيخ ابن باز إيش رأيك؟ يقول لهم قرأوا كتب ربيع مثلا، قرأوا عليه نص واحد لسيد قطب في الطعن في موسى، قال هذه ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة، ما طاقنا نسمعها. سألهم عن شخص في التليفون بن غصون بن عثيمين فلان، قالوا هذا خبيث احذروا من هذا، ما صبروا على الباطل، وإحنا نعايش هذا الباطل ليل نهار، كيف ما نصرح به؟ هذه محاماة على الباطل يا أخوان. هذا الأسلوب اتركوه، وهذه الحيل اتركوها. ميزوا بين إذا هيأ الله لكم إنسانا فرغ نفسه لبيان الحق ونصرته وبيان الباطل ودحبه، لا تقولوا ما بال فلان ما بال فلان، كل واحد له عذر. احنا بارك الله فيك الآن هل رد عليه الشيخ بن عثيمين رد عليه الشيخ بن باز قالوا كلامك باطل حتى تحتجون بهم؟ ما ردوا علينا. الذي رد علينا وظلمنا بينا خطأه، بينا الحمد لله انه مخطئ، وان كلام اللي قالوا في دفاع عن سيدكم كله باطل، بينا هذا واتضح هذا العقلاء جميعا. فيا إخوتها أنتم لا تستمرون في المحاماة عن الباطل، اتقوا الله بأنفسكم. هؤلاء أهل باطل وبينا بالأدلة. طيب تنظيم البنا قام على الروافض والخوارج هم باعترافهم، والله ما أخذنا إلا من كتبهم، وإلى الآن هم يتولون الباطل. جماعة الجهاد الآن، جماعة هذا الذي قتل قبل أيام اللي يسموه إيش؟ الشقاقي خليفته أعلن بارك الله، عقدوا حفلا عقده الروافض، وقام إمام الحفل هذا الرافضي يمدح الشقاقي، هو رافضي هذا، لو كان الشقاقي السني ما مدحه، لكن يمكن الشقاقي رافضي. ليه يقيمون حفل تأبين له وهم روافض وهم من أهل السنة؟ لماذا؟ ما الرابط بينهم؟ ما الرابط بين الروافض أعداء الله عز وجل وأعداء الرسول وأعداء الصحابة وبين هؤلاء المجاهدين أهل الجهاد الموجود؟ إيش الرابط بينهم؟ ثم في الحفل هذا يقوم خليفة الشقاقي ويتوعد ثم يقول، قالوا في مقال أول ما رأيته لكن نقل لي أنه قال لن تضيع أمة فيها إيران، ومدح زعماء إيران
وفي المقال الثاني أو في الحفل الثاني توجه بالشكر إلى أمير المسلمين أو سماه ولي أمر المسلمين علي خامنئي، هذا من أئمة الجهاد من كبار الإخوان المسلمين. وتوجه بالشكر للحافظ الأسد، عرفتم؟ هذا من كبار الإخوان، من كبار المجاهدين، من أحسن فرق الإخوان. هذا إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم؟ هذه يا إخوة هذه ثمار دعوة الإخوان المسلمين. البنا منذ قام يفتخر الإخوان بأنه من أبرز فئات التقريب. وعرفتم أن عزة إبراهيم من كبار الإخوان ألف كتابا يمدح فيه الروافض ويطعن في أهل السنة ويهون من شأن الرفض، بل يمكن الرفض، هذا الرفض عن أهليه، ويقول إن أصولنا وأصول واحدة، وينقل هذا عن البنا وعن الغزالي وعن التلمساني وعن أبي الناصر وعن فتح يقين وعنه يملأ كتاب 60 شخصية ما الإخوان المسلمين من أنصارهم كلهم يمجدون الرفض وأهله. ثم طبع الروافض هذا الكتاب ونشروه في العالم، وإلى الآن السودان مفتوح للروافض، والإخوان المسلمين يتولون الروافض من أول يوم إلى آخر يوم. فاتقوا الله يا إخوتي، وقد كشفهم الله تبارك وتعالى. الله فضحهم وخلهم يكتبون هذا بأيديهم ويصرحون به في مؤتمراتهم، ثم الآن تقول ليش ابن باز ما كتب فيهم؟ اتقوا الله يا إخوان في أنفسكم، هذا تضليل لأنفسكم ومغالطة لها وللمسلمين. قد كشفهم الله عز وجل، ابن باز سكت عنه والله كشفهم، هذا تضليل لأنفسكم ومغالطة لها وللمسلمين. قد كشفهم الله عز وجل، ابن باز سكت عنه والله كشفهم، ابن باز مشغول، لكن الله علم الغيوب سخرهم بأقلامهم وبألسنتهم ينطقون بالباطل. فماذا تريدون بعد هذا؟ طيب يقول الشيخ رد على المسألة وسمى كثير وقد وعلى الصابوني وعلى القرضاوي وعلى بارك الله فيك. إذا دعت الحاجة يا أخوة لابد من البيان. أنا دحين أجد واحد يسب الصحابة، أقول الإخوان المسلمين يسبوا الصحابة وأمشي؟ وفلان اللي يسبه. طيب الإخوان المسلمين يأخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم بنفسه. لا يذهب الناس إلى الإخوان المسلمين كلهم، قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم.